السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. الثامنة بتوقيت الجزائر بعد ثواني معدودات، وتنطلق المباراة برجل مسلم أناطوف هداف البطولة ب3 أهداف معول عليه كثيرا في مباراة بوغيزان. عند الكرة يحاول الانطلاق أو آيت بوتلال بصعوبة الدفاع الجزائري. بن يدر عبد الحق لاعب أتليتيك بارادوفي إلى الركنية الأولى، وأول محاولة من جانب المنتخب المغربي هنا بمبدأ إبعاد الخطر إلى الركنية الأولى في هذه المباراة. مشاهدينا الأفاضل متابعينا الكرام، الكرة للمنتخب المغربي بواسطة المعالي عبد الحميد. من هناك لعبة المطلوبة يا يونس يا بداني وبقية المدافعين وبقية عناصر الخضر. تلعب الكرة طول قامة المهاجم يونس بداني في تنفيذ الخطأ، سحب الرجل اليسرى، تلعب الكرة ناحية منطقة الجزاء. الحارس بصعوبة طه. 9 محترفون في الدوريات الأوروبية والعربية وواحد فقط من نادي شباب الوزداد. تلعب الكرة من هناك آيت بوتلال، يحاول المرور معه من هناك في الرقابة نادر يعقوبي، ترجع الكرة إلى الخلف، التوزيعة موجودة هنا. يلا الحارس يلا بشكل ممتاز. ماستياس حماش يخرجها حمودي أو حموني، التسديدة هنا ولكن التركيز يغيب. التركيز في البدايات يا يانيس يا ديلافو، تركيز ووضع الكرة في الأرض ومن ثم محاولة الانطلاق في هجمات مرتدة معاكسة. هنا التوزيعة موجودة. يلا يا ماستياس ممتاز، يلا يا ماستياس يا حماش ممتاز. خروج عن إطار الروح الرياضية، عن ضوابط اللعبة وعن إطارها المسموح به. هنا التدخل كان من الخلف طبعا، وفيها في مثل هذه الحالات المره القادمه راح يوجه له انذار مباشره، ومن احد اللاعبين المعول عليهم في مباراه اليوم. تلعب الكره ترجع من جديد، اشتوي مره ثانيه يوزعها من هناك ملعوبه ولكن طويله وبعيده مباشره ممتازه تمشي ناحيه اناطوف مسلم الدفاع يخرجها. تعود الكره في الوسط، يلا الضغط على حامل الكره، يلا البحث عن الثغرات بشكل ممتاز. رائع يا يونس هنا في هذه الكرة، ثم مسلم أناطوف ما يلحقش عليها، تخرج إلى التماس. يعني مستقبل الكرة الجزائرية طبعا هي تجارب، هي محطات، هي للتكوين وللنضوج، للنضج أكثر إن صح التعبير. تلعب الكرة يلا بعيد على مسلم أناطوف، ترجع لآيت بوتلال من جديد. مسلم عليك بالضغط، أيمن قالوا عليك بالضغط كذلك. تيوي في المتابعة، كرة طويلة والدفاع في المكان المناسب. زياد موني حذر من هذه الكرة، يلا الدفاع، يلا يخرج الدفاع، يلا بشكل ممتاز الدفاع الجزائري لكن إلى التماس بمبدأ إبعاد الخطر. يلا يا نطوف، رائع نطوف، بصعوبة الدفاع هناك لبوغيزان. بوغيزان دخل بالكرة، بوغيزان التغطية الجميلة ما فيش خطأ إلى 5 أمتار و50. نائر وكذلك وزان، تقطع الكرة، تركوش يسدد هنا. لا كانت تسديدة وجرب حظه شاك بالشكل المطلوب وبالشكل اللازم. هنا التسديدة حقيقة للفوز اليوم، التأهل إلى المربع الذهبي، مواصلة المشوار وبلوغ مونديال 2023. كرة ثابتة، واحدة من نقاط قوة المنتخب الوطني الجزائري، يجب استغلالها واستثمارها بالشكل المثالي. يونس بداني أمام هذه الكرة، يلا يا يونس أو شتيوي من سينفذ الكرة. شتيوي يلعبها مباشرة، ترجع الكرة من جديد، التوزيعة موجودة، الدفاع يخرجها كل أريحية، تبقى الخطورة. ماستياس حماش كانت سهل. كرة طويلة لصالح المنتخب الوطني مباشرة إلى منطقة، يجب المتابعة والضغط على حامل الكرة مثل ما قمت بذلك في المباراة السابقة. حذاري هنا، حذاري من النائر، دخل بالكرة هدف أول في المباراة من هفوة دفاعية قاتلة، هدف أول على حين غرة وعلى حين غفلة من دفاع المنتخب الوطني. زكريا وزان يمنح التقدم للمنتخب المغربي 1-0 في الدقيقة والدفاعية. سوء تفاهم بين عناصر دفاع المنتخب الوطني الجزائري. اي النائر اخطف الكرة وزحها وموجود في أريحية تامة، يعني موجود في أريحية عن الحذر. حذري من هذه الكرة ولحسن الحظ من دون خطأ، لحسن الكرة من هناك في تنفيذ الكرة الثابتة.
وهنا ديلافو هو الذي سينفذ. يانيس تلعب الكرة بشكل ممتاز، ولكن التركيز دائما يغيب عن الكناس. قدر الله تلعب الكرة جزائرية ولكن إلى الركنية. يانيس ديلافو في التنفيذ مرة ثانية من هذه الجهة. يلا يا يانيس ديلافو يلعبها في القائم الأول. السلام، أوه تدخل الحارس بصعوبة. تبقى الخطورة وتبقى الفرصة متاحة. واحد لبوركينا فاسو كوت ديفوار ومصر. تلعب هذه الكرة الدفاع يخرجها من شتيوي. تمشي المسلم انا طوف. يلا يا مسلم، يلا ممتاز يا مسلم. انطلق، روح تقدم، روح بالكرة. يا سلام، لا 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 لا. حتى التركيز هنا، حتى التركيز هنا يا زياد يا علي. يا 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 ماذا ضيعنا، يا يا ماذا ضيعت يا زياد يا علي حقيقة. كان شتيوي استدارة جميلة جدا. انطلاقة من هناك، انطلاقة بحث عن توزيع الكرة تدخل داخل منطقة الجزاء. يتم الرجوع إليه. نشاهدوا الإعادة هنا. على كل غرفة الفار موجودة بقيادة أحمد الغندور من مصر، وقدر تلعب الكرة في القائم الأول. الحارس المغربي يتدخل، ممتاز التوزيع موجود. الدفاع يخرجها، تبقى الخطورة، تبقى الفرصة. يلا يلا، نوع من التركيز لكنه معزول. الكرة ما كانتش فيه مساندة ودعم حذري من هذه الكرة. حذري حذري حذري. من دون خطأ، بروعة بروعة ومن دون خطأ بامتياز حقيقة. نجم الدين زياد نمر من دون خطأ من زياد نمر. يلا الكرة الجزائرية التوزيعة موجودة. الجانب الأيسر الركنية تلعب بشكل ممتاز. تدخل من هناك، ترجع الكرة، كرة طويلة بدني في المتابعة. كان يقول ما فيش خطأ. لا لا، كرة أخرى كرة أخرى كرة أخرى. ممتازة لحسن الجزائري. يعود الكرة دائما بواسطة حموني. حاول المرور بهذه الكرة، يرجع للخلف مباشرة لزهواني. فؤاد من جديد مباشرة لحموني. حذاري من هذه الكرة، حذاري هنا، التركيز مطلوب. كرة خطيرة أخرى. خطيرة هذه الكرة، خطيرة هذه الكرة إلى ارتكاب الخطأ. تلعب الكرة ولكن بدني يخرجها على مرتين. الجزائري ما توصلش إلى نطاف، ترجع من هناك. حذاري من هذه الكرة، حذاري ما تتركوش يسدد، ما تترك في الجهة اليسرى. اللاعب متمركز هذه اللحظات في الجهة اليسرى. بدني من هناك، يطلب الكرة، ترجع من جديد لزيك. الدفاع المغربي في النهاية يخرجها، تمشي لي بن علي يونس، ينقل الكرة تماما، يبحث عن يعقوب نذير. طلب بالخطأ من شتيوي شاهين. شتيوي شاهين الذي يتحرك يمينا ويسارا. ما هذا الخطأ، ما هذا الخطأ، ما هذا الخطأ، ما هذا الخطأ. لا 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 لا. أخطاء دفاعية حقيقة يمكن وصفها بالبدائية. أخطاء دفاعية قاتلة يمكن أن نصفها بالأخطاء البدائية حقيقة. خرج وحده أيمن الناير، تمكن من إضافة الهدف الثاني. هي قاتلة وارتباك واضح على دفاع المنتخب الوطني، ولكن قبل ذلك التدخل الأخير يعني كان فيه كلام. يعني التدخل الأخير كان فيه كلام. هنا الكرة الأخيرة من فؤاد زهواني لأيمن الناير والهدف الثاني. من منهما سيتولى البديل. تلعب الكرة، دفاع يخرجها، تعود من جديد ل يوسف بالقايد. طبعا اللاعب الذي دخل قبل لحظات في التغييرين اللذين يجرأهما. يوسف لاعب أكاديمية بارادو. طبعا تمسيه بدني. كرة تلعب في القائم الأول. الدفاع يخرجها بمبدأ الأمان إلى الركنية بواسطة أنا توفي يتابع، يقتد يونس بداني رقم 3. بداني بجانبه 17. بداني يلعب كرة، بداني عند الحارس بن غوزيل، ونال ما أراد بهدف أول عن طريق وسان.
في الشوط الثاني شباب الثاني كرة خطيرة والثالث الهدف الثالث للفريق المغربي هذه المرة آدم شاكير كرة قوية من شاكير يأكد التعال يأكد الذهاب للمونديال يأكد الانتقال للمربع الذهبي بثلاثية مغربية مستحقة آدم شاكير في الشبكة ابتسامة حامل عرين فرحة الفريق المغربي بانتصار مهم جدا انتصار يساوي بطاقة المونديال انتصار يساوي مواصلة المشوار في هذه البطولة كرة عرضية كيفما جاءت سبدها شاكير غارت بها حماش 3-0 ثلاثية تؤكد التفوق المغربي في هذا الموعد كرة قوية شاكير يسدد بقوة كرة تغالط الحارس الجزائري وتؤكد أن كل الطرق تؤدي لذهاب منتخب فتيان المغرب للمربع الذهبي. السلام عليكم، أهلا بكم في قناة ستارز اس بي. سفير مصر بتونس يستقبل بعثة الأهلي. وصلت بعثة الأهلي المصري إلى فندق الإقامة في تونس استعدادا لخوض مباراة الترجي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدور أبطال إفريقيا. وتواجد في استقبال بعثة الأهلي السفير المصري بتونس إيهاب فهمي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للذين سبق البعثة إلى تونس لتذليل أي صعاب والاطمئنان على كافة الإجراءات الإدارية. وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار قرطاج بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 3 ساعات ونصف منذ إقلاعها من مطار القاهرة. وتأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة. وانتهت مواجهة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وفي نهاية الفيديو اخواتي الكرام بشكركم جدا وارجو منكم لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك اشعار بكل جديد. شكرا لكم، الى اللقاء. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد